عم جمعة مرضيش يفوت ترند البيستاشيو، فقال لك اما اخش انا كمان في اللعبه وراح عامل لنا ايس كريم بالبيستاشيو. فانا جبته ونجربه كده مع بعض، بس انا لقيته برضه عامل شويه حاجات جديده كده، فاخترت حاجه كده شدتني، قلت نجربها الاول بعد كده نبقى نتسلى عليه كده لما يبدا الصيف. فخلوا ده دلوقتي على جنب وتعالوا نشوف الميني تارت. ده حاجه اسمها ميني تارت كده، العلبه شدتني بصراحه. وفي برضه من فوق بيستاشيو كده زي ما انتم شايفين، ومرسوم عليها فراولة وكوكيز او كيك. المفروض ان في صوصات فواكه كتير، فسعر العلبة دي 25 جنيه. تعالوا نفتح كده ونشوف. زي ما انتم شايفين كده من جوه في كده زي صوص بيستاشيو على الوش، ومن تحت انا مش عارف ده هل ده كيك ولا كل ده ايس كريم في بعضه. تعالوا نشوف كده بالمعلقة. ننزل كده ناخد كل الطبقات. شايف كده في شوكولاتة وفي طبقة بيستاشيو وطبقة كريمة من فوق وعليهم من فوق صوص بيستاشيو. تعالوا ندوق. بصوا مبدئيا هو صوص البيستاشيو عنده حلو قوي، بس ده عبارة عن مجموعة نكهات ايس كريم مع بعض محطوطين على بعض وعليهم صوص بيستاشيو من على الوش، فانا ما عجبنيش. تعالوا نروح بقى الايس كريم البيستاشيو. اسمه فولكانو اكسترا وب20 جنيه. ده كنافة بيستاشيو، ده ترند دبي مش البيستاشيو بس. وفولكانو ده اصلا عنده بكذا نكهة، بالشوكولاتة وبالفانيليا. فتعالوا نشوف كده. ده شكله كده من جوه، في زي ما يكون كنافة كده على الوش، قطع الكنافة اللي هي اللي بتبقى متحمصة دي. تعالوا ندوق. بسم الله. لا والله حلو كده، لحظة كده حلو طعم الصوص البيستاشيو بتاعه. هو يمكن مسكر شوية بس يستاهل التجربة. واللي بعده